تدوينات من الأتون للكاتب هدى جرانت. بدأ الكاتب بمشهد 3 من الفتيان قرروا ما يسجدوش ولا يعبدوا إلا لإلههم اللي بيحبوه واللي عارفين قوته وسلطانه، والنتيجة إن نبوخذ نصر ملك أعظم دولة في الوقت ده أمر برميهم في أتون نار. والأتون كان محمى أضعاف لدرجة إن رجالته اللي ربطوا الفتية ال3 بحبال اتحرقوا وهم بيرموهم. وبعد لحظات نبوخذ نصر شاف منظر حيره، شاف ال3 فتيان مفكوكين من الحبال اللي اتربطوا بيها وبيتمشوا مع إلههم اللي بيعبدوه، وكأنهم بيقضوا وقت جميل ومميز مع ربنا. وقال الكاتب يمكن دخول الأتون بيكون مش اختياري، لكن اختيارك إنك تدخل ربنا معاك في المشهد وتحط ثقتك فيه وتطرد الخوف والقلق. اختيارك إنك تمسك فيه وتخليه معاك طول الوقت. يمكن لوحدك ما تقدرش، بس يسوع يقدر بسلطانه وقوته إنه يطرد الخوف والقلق ويحول الألم لوقت مميز تستمتع فيه بإيده وبجوده. ليه وإزاي؟ أول سؤالين بنسألهم وقت الأتون. لكن شخصية الله في الكتاب المقدس بتقول إنه كلي الحب والرحمة، وخلق الإنسان لأنه بيحبه وعايز يتلذذ بالعشرة معاه. نزل من السما كإنسان عشان يعيش بينا ويتألم ألمنا ويموت عشان يدينا حياة جديدة. كان بيجول في الأرض يصنع خير ويشفي كل المتسلط عليهم إبليس. اسأل نفسك إزاي الإله الكلي الخير والنور ممكن يجيب شر ويعيشنا في ظلمة واكتئاب؟ إزاي الإله الكلي الرحمة يهلك أو يقتل أو يأذي إنسان؟ إبليس هو اللي بيجول في الأرض يقتل ويهلك، ودي شغلته، عايز البشر يعيشوا في ظلمة وكآبة. وضح الكاتب إن العالم وضع في الشرير من أول ما آدم غلط واتطرد من محضر الله، وده أكبر دليل إن ربنا مش هو اللي بيجيب المرض والأوبئة ولا بيسمح بيها، لكن ده نتيجة إن إبليس رئيس هذا العالم. لكن يسوع حمل كل خطايانا على الصليب عشان ينقذنا من الموت الروحي ويدينا حياة أبدية معاه لكل اللي يؤمن بيه. والله هو ضابط الكل وليه كل السلطان ولا يعثر عليه أمر. هو قادر يحول الضلمة لنور والشر اللي بيجربك بيه إبليس لخيرك، لأن ليه كل السلطان على إبليس. ليك رجاء إنه سواء هنا على الأرض أو في السماء ليك أفضل حياة، لأن إلهك حي. والكاتب بيقولك انتبه إن إبليس بيستغل وقت الأتون عشان يملاك بالأفكار المغلوطة عن الله، زي مثلا فين ربك اللي اتمسكت بيه طول حياتك؟ ليه ربنا سمح تمر بالألم لو بيحبك؟ ولو صدقته هتتملي بالشفقة على النفس والغضب من ربنا. لكن انتهر إبليس وأفكاره وارمي وجعك على ربنا، ولما بتركز على ربنا مش على وجعك بتترفع فوق الألم. املأ أفكارك بالكلمة وبالتسبيح، صلي باستمرار وافتكر إن الألم معاه مجد، وكل ما الألم زاد كل ما مجده بان. ثق واتكل على الإله اللي عارفك أكتر من نفسك. قال داود في يوم خوفي أنا عليك أتكل. كلنا بنخاف من المستقبل، بنخاف على أولادنا، بنخاف من الألم ومن المجهول ومن الموت ومن الفقدان. والخوف لما بيمتلك الواحد بيشل ذهنه وبيملأ أفكاره ضلمة، والخوف ده أقوى سلاح عند إبليس. لكن داود اختار إنه يبص على ربنا وقت خوفه عشان يتملي بالسلام اللي يفوق كل عقل. درب ذهنك واختار بإرادتك إنك تفتح الباب لسلام الله إنه يملى ذهنك وينوره. امسك بإيده يوم بعد يوم وشوفه في كل كبيرة وصغيرة في الرحلة، فيهرب الخوف ويتبدل بالسلام والتعزيات. قال بولس وإله كل نعمة الذي دعانا لمجده الأبدي في المسيح يسوع بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم ويثبتكم ويقويكم ويمكنكم. هو هيساعدك تواجه ظروف الحياة المختلفة. اختار إنك تدعيه جوه مشاكلك، لأنك مش هتقدر توقف العواصف، لكن ممكن تتعامل مع الخوف والقلق اللي بينتج عنها بقوة إلهك. قرر إنك تسيب إله كل نعمة إنه يعمل ويغير فيك ويكملك ويقويك ويثبتك عشان تتمم مشيئته لحياتك. وقال الكاتب
اختار تشكره في الأتون. اشكره على وجوده معاك وسط الألم، اشكره على محبته ورحمته وحنيته وسلامه، اشكره على معيته اللي بترفعك وسط العاصفة إلى بر الأمان، واشكره إنه بيحول عينك من على ظروفك الصعبة ويديلك واقع تاني تعيشه. اشكره على كل اللي واقفين معاك سواء قرايب أو أصحاب. اشكره على كل آية من الكتاب المقدس أو ترنيمة بتسمعها أو وعظة أو تأمل ربنا بيشجعك من خلالها. اشكره إنه معاك، شايف المجهول ليك وعارف إزاي هيخليك تشوف وجوده وصلاحه وسط العتمة. في الآخر قرر إنك تسيب عجلة القيادة في إيد ربنا وخليه هو يقود، واستمتع إنك تشوف ربنا في المواقف الصغيرة اللي هتمر بيها خلال يومك، لأنه هيأكد ليك إنه معاك طول الأيام وإلى انقضاء الدهر. هتشوفه باصص عليك وشايفك وحاسس بيك، هتشوف أفضل حياة مع أحلى صديق، وفي النهاية هتشوفه زي المايسترو بيدخل آلة تعزف نوتة نوتة بطريقة روعة عشان تطلع أحلى سيمفونية تسمعها الودان. الفيديو خلص لكن الكتاب مليان بالتفاصيل، بشجعك تقراه وأكيد هتستفاد أكتر. ربنا معاك.